السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كده الخشاف. شوف بنعمله ازاي. عندنا المشمشية والتين والبلح نقطع اول حاجة المشمش، نقطع قطع صغيرة كده بحيث ان لما نيجي ناكله كده بالمعلقة يبقى المعلقة طالع فيها كل الفواكه اللي موجودة. جحش دي قراصية ناشفة جدا، الفواكه دي كلها نشطفها كده بالمية قبل ما ننزلها قبل ما نجهز العصير. يعني البلح بيبقى فيه تراب والحاجات دي كلها يعني نشطفها الاول، ما ينفعش نشطفها ونشيلها، طبعا هتضطر كده ومش هتبقى حلوه وهتبوظ معانا. لكن بنيجي بقى نستخدمها نشطفها كده على طول قبل الاستخدام. دي مشمشيه والتين والقراصية والبلح شوية من الزبيب، حطيلي الزبيب مفيد جدا. الزبيب ده انا كنت مجففاه، طعمه حلو جدا. في شوية زبيب من الاسود. طبق الخشاف ده اللي ياخد كوباية كده يعني حلوة جدا مليانة طاقة. معلقة بقى من جوز الهند، بس جوز الهند بقى احنا مش هنضيفها هنا، هنضيفها على طول في الدورق بتاعنا. نشطف الفواكه دي الاول تحت الحنفية كده مية جارية، وبعدين عندنا بقى المية فيها معلقة جوز الهند وعصير قمر الدين. انا سيحته كده على النار بحيث ان احنا ايه مستعجلين يعني. وهنضيف عليه بقى الفواكه بتاعتنا. احلى كوباية خشاف. ده الخشاف بتاعنا، احلى كوباية خشاف، جربوها هيعجبكم جدا. لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض كده كوباية خشاف جميلة تستاهل بقكم. يلا نشوف عملناها مع بعض ازاي. السلام عليكم.